شبيك لبيك تطلب ايه؟ قطع لسانك، اسمها تطلبي ايه؟ مش شايفني ست قدامك؟ لا انا شايفك مصنع ستات الصراحة. ما تظبط بدل ما احرقك بتعويذة المداح. يعني هي دي مشكلتك؟ طب حتى خافي شوية مني. واخاف منك ليه؟ مش عفريت يا ست، انت طالع لك عفريت. عارفة يا اخويا عارفة. عارفة ايه؟ هو انا ابن عم جوزك؟ انا عفريت يا ولية. يوه، ما خلاص بقى ما تقرفنيش في عيشتي. ما قرفكيش في عيشتك؟ ده انا لو صرصار هيبقى هيبتي اكبر من كده عندي. اصل يعني مفيش مفاجأة يعني في مجيتك دي عشان اتخض مثلا، هي متوقعة اصلا. متوقعة ده ايه؟ هي نتيجة ماتش الزمالك؟ لا بس يعني مصباح قديم لقيته وحكيته طلع منه دخان، طبيعي يعني ان يبقى جواه عفريت. ايه ده؟ هو انا دخلتي بقت تقليدية للدرجة دي؟ دي تقليدية من ايام افلام اسماعيل ياسين. طب معلش انا احب اتعلم من اخطائي، المرة الجاية لما اطلع لحد اطلع له منين؟ من التلفزيون مثلا، كده اتخض فعلا. فكرة حلوة، وقف جنب المذيع الاول قبل ما اطلع. ممكن برضو تستخبى في الدولاب. خبر اسود، انت عايز عظمة يقفشني في الدولاب؟ وايه يعني ده انت عفريت، هو انت نسيت ولا ايه؟ عفريت بس ده المعلم عظمة بيمسك العجل من ديله يعرف فيه كام كيلو على طول. هو انت تعرف المعلم عظمة جوزي؟ ده اشهر من نار على الحل. عظمة ده مفيش طور ما يعرفهوش. طر؟ الله يكرم اصلك. ممكن اطلع منين تاني؟ ممكن كمان تطلع من التلاجة. لا انا عندي فالوبيا من الاماكن البارده. ما انت اللي ماشي عريان، خلاص اطلع من نيش؟ لا انا ممكن اطلع من الكبانيه ولا اعدي من قدام النيش حتى. ايه اللي حصل بس؟ مره واحد قبل كده هو بيطلع المصباح منه كسر كوبايه. يا لهوي، وبعدين؟ ضيع طلباته الثلاثه في ان اجيب له طقم كوبايات جديد زي الكوبايه اللي اتكسرت بالملي. ايه ده؟ يعني انا ليا 3 طلبات؟ يلا بقى اطلبيهم بسرعه وبعدين كمل تقييم خدمه ظهورك يا عفريت اللي كنا بنعملها من شويه. حس كده بقى، خد يا اخويا هاتلي الحاجه دي بسرعه. اف يا ساتر، ده بركه ان ما استخبتش في الدولاب بتاعي. ايه ده؟ رز وسكر وصابون. وما تنساش البيض والمكرونه. حضرتك الورقه دي تديها لجوزك وهو رايح الشغل عشان يجيبها لك وهو راجع، مش لعفريت زيي، ده الشغلانه لمت على الاخر. مين قالك؟ امي كانت بتبعت بيها ابن اختي وتقول له بسرعه يا عفريت. ده ابن اختك زميل على كده. وابويا كان بيقول له يا ابن الجنيه. ايه ده؟ واختك كمان طلعت قريبتي؟ احترم نفسك، ابن اختي يعني عيل شقي وكده. حضرتك بقى انا عفريت اللي هي مش معناها شقي وكده، انا عفريت بمعنى عفريت. يعني المطلوب ايه طيب؟ المطلوب ان الورقه دي تديها لابن اختك العفريت يجيبها لك. هات ولا تزعل نفسك. انا كعفريت بجد احقق طلبات تانية، العفريت مقامات، مفهوم؟ مفهوم يا اخويا. اخوك العفريت زي اختك الجنيه كده. ده انت عفريت سخيف. طلباتك بقى خلينا اشوف غيرك، مش فاضيلك انا. انت واقف في فرن عيش بلدي، اديني برستيجي كده وانا بطلع. ما انا من صباحيه ربنا عمال اقول لك شباك لباك وانت ولا اي اندهاش. خلاص دخلنا في الجد بقى. بص انا عايزه فيلا ب9 جناين. حضرتك المشروع اللي في مصر هنا ب3 بس. ماليش فيه، مش انت عفريت، خليهم 9. بسيطه حاضر. والفيلا تكون بتطير زي العصافير وبتلف وتدور في طبق بنور. لا زي فيلا البارون اللي في مصر الجديده اللي بتلف حوالين روحها. وليه حضرتك الخيله الكدابه دي تلف وتدور وتطير؟ ده بيت يعني للراحه. بيت راحه ده ايه؟ انت هتسكنني في مراحيض عموميه؟ هتعرف ولا لا؟ افهم بس، عايزه الفيلا تفرق الفرق ده ليه؟ مخبيش عليك، انا مش بخرج من البيت كتير، عظمه مش بيرضى يفسحني فعايزه البيت هو اللي يفسحني. ده كده يبقى ملعونه بقى شغلانه. بتقول ايه يا عفريت انت؟ لا يا ست ما بقولش حاجه. طب هتنفذ الطلب ولا لا؟ طب بص خلينا في طلبك التاني. ايه هو طلبك التاني؟ لا الطلب التاني حاجه سهله قوي. ايه هو؟ عايزه عظمه يكون شبه توم كروز وشعره ناعم وعيونه منت جرين. ومش عايزاه يعمل بيبي عسل؟ ايه القرف ده؟ ما تطلبي طلبات منطقيه يا عفاف، انا ماشي بالعلاج بسبب المصريين. ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ طلعت الواحد طلب مني ارقص له. ترقص له؟ والله على اغنيه اللي يخاف من العفريت يطلع له. وعملت ايه؟ انت عبيطه؟ رقصت له طبعا. لا راجل قوي. وطلعت الواحد تاني طلب مني قال ايه الزمالك تكسب الاهلي في بطوله افريقيا. واكتر حاجه حيرتني في المصريين واحد يكون متغدى بمال اليتامى ونصب على اخواته وكاتب على الفيسبوك اللهم ارزقني الجنه. الجنه دي تبقى اختك اللي اكلت ورثها يا ابن الواطي. ده انت على اخرك بقى. ده انا جالي الضغط بسببهم. تلاقي واحد واقف في الحمام وبيحلف بالله، والاغرب انه يفتكر انه في الحمام، يجي قايل استغفر الله العظيم.
شعب دماغه لسعت من كتر اكل فلافل بزيت الفرامل. طب خلاص اقتل عظمة وابقى ارملة عشان اخد معاش ابويا 299 جنيه و90 قرش. يخرب بيت اهلك، هتقتلي جوزك عشان 299 جنيه و90 قرش لو سمحت. طب معلش انا عايز اوضح لك حاجه بس لا يكون مختلط عليك الامر. ايه هي الحاجة دي؟ انا عفريت المصباح مش سفاح الجيزه. يعني ايه؟ يعني 3 طلبات ماليش فيهم. ايه هما؟ الموت وراحه البال والبيتزا. البيتزا؟ واشمعنى البيتزا؟ مكوناتها كتير يا عفاف وكل واحد بيطلبها بطريقه شكل، اللي عايزها مارجريتا واللي عايزها بيبروني. بيبرونة قد ايه يا اخويا؟ لو ايه بقى، حط صلصه، هات كاتشب، شيل الجبنه، حط موتزاريلا، وانا خلقي ضيق يا عفاف ومش ناقص. خلاص يا اخويا ده ما كانتش بيتزاية. بتزيت ايه؟ دي اتحرقت مني 4 مرات ولزقت مني 7 مرات. خلاص يا زفت ما بحبش البيتزا. احسن برضه، قولي لي بقى طلبك التالي. انا عايزه ابقى شبه ليلى علو في شبابها، خلي عظمه ما يبصش بره. بقول لك ايه، هاتي ورقه الطلبات اسهل. ليه؟ هجيبهم ارحم. الصابون عايزاه نوع معين ولا اجيب لك النوع اللي بستعمله؟ لو ما ردتش هجيب اي نوع زي عظمه ما بيعمل، وانا بقى ما بيتنكدش عليا زيه. يا عفاف يا فوفا الوليه اتشلت باين. يلا يا برنس انت وهو اعمل اشتراك على ما اروح اجيب الطلبات دي العفاف واجي. وما تنساش اللايك الجميل وتكتب لنا كلمه حلوه في التعليقات.